ومن اشهر الامثله في الاحتراف العربي هو كابتن احمد بلال، صاحب اسرع عوده للقاهره في تاريخ المحترفين المصريين. في نهايه مسيره كابتن احمد بلال راح الوحدات الاردني ورجع تاني بعد اسبوعين. لكن اكبر مثال يوضح لك المتلازمه دي هو البلدوزر عمرو زكي. عمرو زكي اللي طلع من انبي على لوكوموتيف موسكو على طول، بس ما طولش، تقريبا ما لعبش معاهم ولا ماتش، بس رجع على الزمالك وكمل في تألقه ده لغايه ما لفت انتباه ويجن في انجلترا وطلبوه اعاره. والراجل بسم الله ما شاء الله عليه 10 اهداف في 13 ماتش يخلوه اول هدافين الدوري الانجليزي. لكن بس هم دول، ما فيش تاني. بعد كده ما فيش التزام بمواعيد التدريبات او ما يروحش التدريب اصلا لغايه ما خلصت مده الاعاره. بس الحظ يندهله تاني لما تطلبه هال سيتي في اعاره كمان، لكن للاسف التجربه تكون اسوأ من اللي فاتت، لانه ما عرفش يبقى اساسي طول مده الاعاره ولا حتى سجل هدف واحد. ده حتى النادي سابه يمشي قبل ما الاعاره تخلص ب3 اسابيع. والاعارات دي على حد وصف عمرو زكي هي اللي دمرت مسيرته وخلته مش عارف يتاقلم. اصلا انا ليا ظبط طريقه حياتي ان انا اعيش في انجلترا واتعامل باسلوبهم واتعامل بطريقتهم في اللعب. ما انا باخد مع الزمالك قد كده وانجازاتي في مصر معروفه ومش محتاج اتخانق على مركزي. انا حتى مش ضامن هيشتروني اصلا ولا لا. ولما راح الزمالك مكانه كان على الدكه، فراح الرجاء البيضاوي ورجع تاني بسرعه. راح النجم اللبناني، المره دي الاصابه هي اللي وقفته. وعلى عكس كلام عمرو زكي ان الاعارات هي اللي دمرت مسيرته، لا بالعكس، دي متلازمه يوليسيس دي كانت متمكنه منه قوي، لان البلدوزر احترف في ريكسبور والرجاء البيضاوي والعهد. لكن تجربته مع الفرق دي ما اختلفتش كتير مع انهم كانوا شاريينه لغايه ما رجع المقاولين، بس ما طولش واتجوز وقعد في البيت.